النهارده بقى جايبه لكم وصفه حاجه كده تطري على القلب. وصفه سهله وبسيطه وسريعه وهتعمليها في دقايق ومش تاخد منك اي مجهود خالص. طبعا احنا المانجا ماليه السوق واسعارها السنه دي ما حصلتش. قلت اعمل معاكم ايه بقى؟ عايزين تسموها مهلبيه المانجا، كاستر المانجا. هنعملها مع بعض بطريقه سهله وممتازه وبسيطه هتعجبكم جدا. مقاديرها سهله جدا، طريقتها بسيطه جدا جدا، ما فيهاش مكونات كتير. هنعملها مع بعض حاجه كريميه كده تطري على القلب. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هجيب عندي الحله بتاعتي وهنزل فيها باربع كوبايات من عصير المانجا. طبعا احنا عارفين عصير المانجا بيتعمل ازاي، ماشي؟ يعني مش محتاجه بقى ان انا اقشر المانجا واطول في الفيديو، لا هو انتوا عارفين 4 كوبايات عصير مانجا. بس العصير عندي بدون سكر. انا عندي المانجا بتاعتي كانت مسكره، فانا مش هزود السكر قوي. لو المانجا عندك كانت حادقه شويه او مش مسكره قوي، طبعا انت هتزودي السكر عندك. انا عندي هنا استخدمت 4 معالق سكر، يعني بمعدل كل كوبايه عصير معلقه سكر. وكانت المانجا عندي كانت مسكره، فكان كده السكر بتاعها مظبوط. وهضيف عليهم بقى كمان، انا استخدمت معايا هنا الكاستر. تقدري تبدليه بالنشا، مفيش اي مشكله خالص. يعني لو عندك نشا مفيش اي مشكله، انا استخدمت هنا الكاستر. نزلت عليهم ب4 معالق كبار مليانين، يعني كل كوبايه عليها معلقه كبيره مليانه هرميه. هقلب المكونات دي كلها كده على البارد الاول، كل حاجه تدوب عندي، الكاستر مع او النشا اللي انت حطاها مع السكر. هقلب المكونات حلوه قوي، وبعد كده هرفعها على نار متوسطه مع التقليب المستمر. ما برفعش ايدي منها خالص. مع التقليب المستمر هيبدأ عندي القوام يتقل ويبدأ يعمل عندي بابلز كده، فكده عندي الخليط بتاعي استوى. بجد تحفة، طعمها حلو قوي قوي، هتعجبكم جدا. برفعها بقى كده من على النار. بتكون بالقوام ده، ما بسيبهاش تتقل قوي، بيكون قوامها ما بين التقيل وما بين الخفيف، يعني قوام وسط. هرفعها بقى من على النار، وهبدأ عندي اضيف لها فانيليا. لو حابة مش حابة تضيفي فانيليا خلاص مفيش اي مشكلة. بعد كده اكون مجهزه عندي البولات بتاعتي بغرف فيها البودنج التحفه ده. بجد تحفه. بودنج مانجا طعمها روعه. طبعا بقى حسب ما نوع المانجا عندك وقوه طعمه هتاخدي قوه الطعم عندك في البودنج ده. بعد بقى ما برد معايا دخلت التلاجة برد تماما. عندي كريم شانتيه فحبيت ازوق بيه كده، وعندي مانجا مكعبات هزوق بيها على الوش بالشكل ده. تقدري بعد المرحله دي تقدميه وبألف هنا. مقاديره سهله بسيطه، طعمه حلو قوي. لو جايلك ضيوف تقدري تعمليه في 10 دقايق وتدخليه الفريزر يقعد له كمان 10 دقايق وتقدميه. تقدري تزوقيه باي حاجه انت بتحبيها. حاجه كريميه وطعمها حلو ومقاديره سهله جدا. مش عايزه اقولك حلاوته وطعامته عامله ازاي. ان شاء الله تجربي الوصفه وتعجبك جدا. ما تنسوش بقى نعمل لايك كتير علشان اللايك بيرفع الفيديو، والايام دي كده الدنيا مش مظبطه، ونعمل شير للفيديو كتير. وان شاء الله اشوفكم في وصفه جديده باذن الله.